أحبتي في الله، سئل أحد أصحاب الأموال وقد آتاه الله مالا كثيرا عنده ملايين، سئل عن أسعد لحظة عاشها في حياته، سئل عن أكثر شيء أسعده في حياته فقال: مررت بمراحل سعادة كثيرة، اقتنيت أشياء ثمينة، وأقمت مشاريع كبيرة، وسافرت إلى بلدان عديدة، أكلت أطايب الطعام، ولبست أفخر الثياب، وسكنت أجمل القصور، لكنني لم أشعر بسعادة ولذة كتلك التي شعرت بها إثر قصة حدثت معي قبل 5 سنين من الآن. قبل 5 سنين من الآن. فقال له المذيع: ما هي تلك القصة؟ فقال: اتصل بي أحد الأصحاب وقال: نحن بحاجة لشراء كراسي متحركة لمجموعة من الأطفال المقعدين. ففعلت على الفور وقمت بشرائها، لكنه أصر على أن أذهب بنفسي وأسلم هديتي، ففعلت. يقول: فرأيت الفرحة في وجوه الأطفال وهم يتحركون بتلك الكراسي في كل اتجاه، يضحكون ويلعبون. قال: فلما هممت بالانصراف أمسك برجلي طفل من هؤلاء الأطفال المقعدين، أمسكها بشدة وأخذ ينظر إلي ويركز النظر في وجهي. قال: فانحنيت وقلت: هل تريد شيئا آخر؟ قال: لا يا عم. قلت: فلماذا تنظر إلي هكذا؟ قال: أحفظ ملامح وجهك حتى أعرفك إذا التقينا في الجنة فأشكرك عند ربي مرة أخرى. لا إله إلا الله. قال: أحفظ ملامح وجهك حتى أعرفك إذا التقينا في الجنة فأشكرك عند ربي مرة أخرى. يقول: فاخترقت كلماته قلبي وشعرت بسعادة ولذة عجيبة لا زلت إلى الآن أشعر به. لذة رافقتني في حياتي، في بيتي، في عملي، في سيارتي، في نومي، في استيقاظي، أشعر بها إلى الآن. سبحان الله. نعم أيها الإخوة، إن للعطاء لذة لا يعرفها إلا من جربها. حين تمسح على رأس يتيم، حين تدخل السرور على قلب فقير، حين تسد حاجة محتاج، سيملأ الله قلبك سعادة ولذة تجد أثرها في حياتك كلها. ستجد أثر ذلك في حياتك، في بيتك، في عملك، في أولادك. ستجد أثرها في التيسير، في البركة، في التوفيق، في الخير. سبحان الله. فالجزاء من جنس العمل. قال ربنا جل وعلا: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.